رمضان أعظم الأزمنة على الإطلاق. شهر مبارك، شهر البركة والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الدعوات، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح أبواب الجنة، وغلقت فيه أبواب الجحيم، صفدت الشياطين ومردت الجن، فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. ولله في كل ليلة عتقاء من النار. إذا رب العالمين اختار اسمك اعتقك من النار انتهى موضوعك. معنى العتق هذا أن تكتب لك النجاة الأبدية من النار. بعد معي هذه الأولى: من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يبقى شيء على رمضان، خلاص. النفس تحتاج إلى أن تستعد. يجب أن تتهيأ لدخول رمضان. أول شيء تجهز برمضان قلبك. شلون أهيئ قلبي لدخول هذا الشهر الجميل المبارك؟ بالتوبة والاستغفار. هذه من أعظم الأمور. القلب قاعد يتعرض يوميا لتلوين. إذا فعلت الذنب نكتت فيه نكتة سوداء. في بعض الناس من كثر ما عنده أخطاء وسيئات السواد هو الغالب. لأن نقطة وراها نقطة وراها نقطة راح يشكل شنو؟ غشاء. تتراكم الطبقات فوق بعضها. هذا الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت لونت قلبك بسواد فصار عليه غلاف. طيب ما الحل؟ أني أنا أكثر من الاستغفار لله جل جلاله حتى يذهب الران عن القلب. وظف لين يطهر القلب، راح يصير القلب شنو؟ حلو طيب. لا تقول إذا يا رمضان بتوب، أنت دش رمضان تايب. قلب مقبل بقلب منطلق. كل العبادات في حياة الإنسان هو القلب. إذا صفى القلب وصلح القلب صلح الجسد. يجب أولا أن تصلح هذا القلب. فإحنا محتاجين عمليا الحين نكثر من الاستغفار ونتوب إلى رب العالمين من كل شيء. وهذا من أعظم ما يكون في رمضان، أن يتوب إلى الله عز وجل. الشيء الثاني اللي خلاص يخلي القلب صدق طاهر انه يكون مسامح ويعفو عن المسلمين. الإنسان اللي قلبه في شيء على أحد والله ما يعيش مرتاح، ما راح يمارس العبادات مرتاح. صف قلبك، سامحوا واعفوا. انا اسوي هالشيء مو عشان اقوم، مو عشانك، عشان ارتاح انا بقلبي يصير طيب وصافي. في ناس لا والله ما اقدر اصفي ولا لي علاقه، ماشي بس خل قلبك خلاص، حاول انك ما تشيل عليه. إذا بلغك الله عز وجل رمضان فيا هنيئا ثم يا هنيئا ثم يا هنيئا، قد فتحت لك أبواب الرحمة. خل رب العالمين يغفر لك ويتوب عليك. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. والله العظيم فرصة العمر رمضان، أقسم بالله فرصة العمر. أنت الآن أمامك فرصة لا تضيعها. ينبغي علينا أن نستثمره وأن نغنم منه أكبر قدر ممكن من الغنيمة. وفعلا فاز اللي طلع من رمضان مستغله صح. كل الفضائل المتعلقة بهذا الشهر الكريم لن نأخذها ونغنمها حقا وصدقا إلا إذا كنا مستعدين لها. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الشهر المبارك ونحن في صحة وعافية. نسأله أن يجعلنا في رمضان من المقبولين الفائزين.